عم ما تقلقش، اخلص توزيع اللبن وهكلمك. يا عم حاضر والله العظيم، اخلص شغل هكلمك على طول. بقول لك ايه، هو انا ينفع اخد علبه اللبن دي كلها؟ والله يا ست الكل لسه فاضل 5 شقق معايا، وانا لو اديتك اللبن هم هيزعلوا مني، فمش هقدر معلش. بقول لك ايه، انا هديك فلوس اكتر، يعني لو كيلو ب 40 هحسبه لك ب 50 جنيه، وانت اهم حاجه انك تكسب اكتر. طب بقول لك ايه، انا هطلع اللبن ده للناس وهروح اجيب لك 5 كيلو طازه. لا لا لا، انا عاوزه من اللبن ده، مش هاخد غيره. معلش سامحيني حضرتك. هو في ايه وانا افضل اتحايل عليك؟ ايه الهوسه دي، في ايه؟ بقول له يا بابا عايزه باقي اللبن اللي معاك وهديك فلوس اكتر، مش موافق. طب وعايز اللبن كله ليه؟ هو في ايه يا جماعه؟ شوف يا ابني، احنا هناخد اللبن كله وهنديك كذا من حقه. يا حاج بقول لك ايه، انت من كام يوم كنت جايب لبن قاطع وما رضيتش اتكلم، ولو انت ما اديتناش باقي اللبن ده انا هفضحك في العماره كلها واقطع رزقك. انتوا بتهزروا يا جماعه، انا عمري ما جبت اللبن قطع لحد وبجيبه على طول طازه. لا كنت جايبه قطع يا اخويا، وبعدين انت مش قلت